الا فجاه لقى نفسه في جروب، وظهر ان الجروب كان في الانستا برضه مو في الواتس. سعيد شاف انه هو داخل جروب، راح دخل لقى ميكس حب احبك انا ولا ابوك. شو يا ابوي؟ سعيد خاتم المصحف، باقي له 4 صور، البقرة وآل عمران النساء والمائدة، ويختم المصحف ما شاء الله عليه. قرر انه يكون الداعية في هذيك الأثناء، قال ما تستحون على وجيهكم، ما تخافون الله، ما ادري. جت واحدة وقالت له كلام زعله، فالوحش صعدها وسبها، رفعت عليه قضية وعلى رقبتي تجي على رقبتي ورا بعض، انا بموت، بتجيني ازمه قلبيه. انا قلت له تمام، كيف دريت ان النيابه طلبوك؟ قال النيابه ارسلوا لي في الواتس وقالوا لي ان فلان الفلانيه هي اللي رفعت عليك قضيه، واعطوني رقمها عشان اتصافى معاها قبل لا تروح مركز الشرطه وتكمل بقيه الاجراءات. قلت تمام، عطني رقمها انا بتكلم معها. فانا قفلت، فريت على هلي اي على المايك، ها سلومو، لا يخسي سلومو. دخلت على هلي وقلت له سعيد اللي دق علي، وسعيد اللي كان يرسل لي. فعم السكوت في ارجاء مو بيتنا، في ارجاء المدينه. على طول رحت غرفتي، فتحت الواتس لقيت سعيد مرسل لي رقمها. دخلت لقيتها حاطه صورتها والاي لاينر اللي عند الاذن، معليش خلينا نتكلم، دائما ما قلت اسمها، خلينا نتكلم عن المنظر الخرا اللي قاعد يشوف، وحاطه اسمها في الواتس. يا رب سترك الله والله ودي اوريكم قسم بالله. شوفوا والله انها حلوه. لا معليش خرجت منه وابوي يتابعني صح، خطيبتي تابعني. فرحت على طول، دخلت عندها وكتبت السلام عليكم اختي، مساك الله بالخير. قالت وعليكم السلام. قلت اقدر اتصل عليك؟ بغيت ان ما عليك امر اتكلم معك بخصوص قريبي اللي رفعتي عليه بلاغ. قالت لي من هو هذا؟ ارسلي رقمه. فارسلت لها رقم سعيد، قلت لها اللي طلبتيه 5000 عشان تتنازلين، بالله عليك ان ما عليك امر تعلميني الحين عشان ما بقى عليها الا ربع ساعه. انا بالي مع سعيد لان كل شيء يرسل لي يقول لي مهند ترى بقى ربع ساعه، يقولوا لي انهم بيتلوني ما ادري حبه قلت بالله اختي استعجل شوي، النيابه تواصلوا معه من ساعه الا ربع وقايلين له ان ما تنازلتي خلال هالساعه بينتل. قالت باقي 4100 حقي حولهم دحين واتنازل. قلت انا اللي حول لك 900 واسمحي لي ادق عليك بس دقائق. قالت لا وخليه يتسلف ويدبر نفسه. قلت تعوذي من ابليس وخليني اتكلم معك، حقك وجايك ولا تشيلين هم. ال900 هي اقصى شيء قدرنا نجيبه وهذا اللي قدرت عليه، بالله اختي هدي شوي والباقي قصتك اياه. قالت خليه يدبر نفسه، خليه يشحت ابن خالك ده. قلت لو معي اياها الحين والله لا احولها كلها، ما بخلي ولد خالتي يصير فيه كذا، وفاهمك يا اختي وحقك بيوصلك، وانا ما اقول لك تتنازلين عن ريال بس اصبري علينا. قالت ترى لو وصلت القسم وما وصلني بقيه الفلوس عطني رقم حسابك ارجع باقي الفلوس وبوقع للمحامي يا مهند، الان تجي فلوسي غير كذا ما عندي، انا ما اشحت ترى. قلت محشومه وذا حقك بس ليني قلبك شوي. شوف يا اخوان وصلت للتودد يا اخي اقسم بالله اني مسكين والله يا اخوان، ترى كنت في حاله يعني لو انه وصلت لمرحله الجنون انها مو صعب. قلت اعطينا وقت وبقدر اجيب لك 900 زياده هالحين، تعطينا وقت عشان نجيب بقيه الفلوس. قالت حولهم دحين وبعطيكم وقت. طبعا على بالي بتعطينا شهر 14 يوم 15 على بال ما تيجي الرواتب، يعني الرواتب بقى عليها 9 ايام. قلت كثر الله خيرك وما قصرتي، وعلى طول رحت يوربي حولت لها 900 وارسلت لها الايصال. حتى شوف الايصال، ها شوف شلون اوريكم اياه.